السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعمل اليوم بديل الفستق الحلبي، الفستق الاقتصادي. ليه بالغالي تشتريه وانت في البيت ممكن تحضريه؟ وفري فلوسك ويلا صلي على الرسول وسمي الله وتعالي نشوف عملناه ازاي. هنعمل فستق اقتصادي للحلويات، معظم الحلويات ما بتستغناش عنه. تعالي هنحتاج اقل من ربع كيلو فول سوداني، اللي معايا اقل من ربع كيلو. انت عايزه تزودي الكميه على حسب رغبتك انت. هتجيبي بقى كده الهاند بلندر بتاعك او الكبه بتاعتك او المفرمه بتاعتك، وهتحاولي كده تضربي ضرب متقطع. يعني انت هتضربي ضرب متقطع مش ضرب متواصل عشان ما يبقاش ناعم معاكي. لو مش متوفر معاكي الكبة او المطحنة دي، يبقى هتجيبي مطحنة الخلاط بتاعة البهارات والسكر وهتضربي ضرب متقطع. انا مش عايزاه ناعم خالص، انا عايزاه متقطع كده بحيث يكون ظاهر معاكي الحبيبات بتاعته. هكمل بقى الكمية كلها اللي معايا ونشوف احنا هنعمله ازاي ونحوله لفستق اقتصادي ونحوله لفستق حلبي، نفس الشكل ونفس اللون ونفس الطعم. طبعا الفول اللي معايا متحمص. لو انت الفول اللي هتستخدميه مش متحمص يبقى هتاخديه في طاسة على البوتاجاز وتحاولي تقلبي فيه شوية لحد ما تطلعي نسبة الرطوبة اللي فيه ويبقى محمص معاكي، وترجعي بيه على الكبة وهتفرميه فرم متقطع او ضرب متقطع. تمام كده. كده وصلت للدرجة اللي انا عايزاها من النعومة بتاعته. تعالي لي بقى هنجيب ايه علشان نحوله للفستق الحلبي. هتحوليه ازاي يا مروة؟ هنجيب 3 معالق من المية في بولة كده، هننزل ب3 معالق من المية، ومعايا هنا لون اصفر ولون اخضر ومعايا ريحة الفستق. هنزل بقى كده بحوالي نقطة او نقطتين من اللون الاخضر عشان نوصل لدرجة اللون بتاع الفستق الحلبي الاصلي. هنزل بقى كمان بنقطة كده او بنقطتين من اللون الاصفر عشان يعادل معايا اللون الاخضر ويديني نفس درجة الفستق الحلبي. هنزل بقى كده بروح الفستق او بطعم الفستق او بريحة الفستق زي ما بتسموه، بيجي كده من عند مستحضرات الحلويات. تعالي بقى هننزل بقى كده بشوية الفول السوداني حبة حبة ونقلبه. أنا هنا قلت أدوب الأول كده المكونات مع بعضها، اللون الأخضر مع اللون الأصفر مع ريحة الفستق، وهنزل بقى بحبة حبة كده على السوداني اللي احنا فرمينه في المفرمة. هنزل بشوية شوية علشان اللون ما يبقاش قوي قوي معايا، واشوف هحتاج ولا لأ. هقلب بقى واشوف هوصل للدرجة اللي أنا عايزاها ولا هحتاج باقي الكمية اللي معايا. والألوان اللي أنا استخدمتها هنا ألوان طبيعية، يعني مصرح بها، يعني مش هتأثر في حاجة، ما تخافيش. فضلا بقى وليس أمرا اظهروا تفاعلكم معايا حتى لو بحرف عشان يوصل لكم كل جديد. هنا كده أنا نزلت بالألوان بتاعتي كلها على الفول وأنا احتاجت كله، يعني أنا ما فضلش حاجة معايا. الكمية اللي أنا عملتها 3 معالق اللي أنا عملتهم هم اللي أنا ضفتهم. تعالي بقى هاتي طاسة وهتنزلي بقى بالفول بتاعك ده كله وهترفعيه على النار وتقلبيه على نار هادية علشان تطلعي منه الرطوبة. راعي ان احنا حاطين ومضيفين له 3 معالق من المية. لما انت بقى هتنزلي بيه على البوتاجاز كده هيطلع الرطوبة كلها واللون هيبقى قوي معاكي وهيبقى ثابت على الفول السوداني، مش هيبقى مبطع معاكي، ولو مسكتيه مش هيعك في ايدك. هيبقى كده اكنه فستق حلبي، مش هتعرفي تفرقيه عن الاصلي. هو كده حاليا على النار، شايفين كل ما بتقلبيه بيظهر معاكي، بيظهر يعني بتحس ان الرطوبة خرجت منه. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله، صلى على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتغفر بها الذنوب وتخفي بها العيوب وتقضي بها حوائج الدنيا كلها يا أرحم الراحمين. شايفين بقى الجمال؟ واحنا بقى رمضان جاي، كل سنة وانتم طيبين
والحلويات مش هنستغنى عن الفستق الحلبي. شايفين اللهم بارك، وعارفين ان الدنيا غالية والاسعار بقت فوق الفوق، الله المستعان. فاحنا يعني مش هنقعد وهنسكت، لا احنا هنتصرف وهنجيب بدايل وهنعمل كل حاجة وهنفرح ولادنا وحبايبنا، ويا رب لمتنا تفضل على طول. وكل سنة وانتم طيبين. واتمنى بقى الفيديو يكون خفيف ولطيف على قلوبكم، واتمنى تجربوا الوصفة وتقولوا لي في تعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.